من طقطق للسلام عليكم. هنتكلم النهارده عن قانون الايجار القديم اللي اتلغى من المحكمه الدستوريه العليا. قرار زي ده هيأثر على ملايين من المستأجرين والملاك. هنتكلم مع بعض عن كل ابعاد الغاء القانون ده، ايه هيكون مصير ملايين من المستأجرين، هل توقيت الغاء قانون زي ده مناسب ولا لا، واثر كل الكلام ده على سوق العقارات في مصر. مبدئيا احنا لسه قدامنا 8 شهور على ما القرار ده يتطبق، علشان الحكومه لسه ما خدتش ليه شكل نهائي. وده لما المحكمه الدستوريه العليا حكمت بعدم دستوريه الفقره الاولى للمادتين 1 و2 لقانون رقم 136 لسنه 1981. والفقره الاولى دي هي اللي بتخص قانون الايجار القديم. المستشار بولس فهمي رئيس المحكمه الدستوريه العليا هو اللي اتخذ القرار ده، وده نتيجه شكوى ملايين من الملاك اللي هم مؤجرين بنظام الايجار القديم. وده لان هم بيأجروا ممتلكاتهم باسعار زهيده جدا مقابل الاسعار المستحقه ليهم الايام دي بسبب التضخم وغلاء الاسعار اللي مصر بتتعرض له كل فتره. فكان اول اقتراح من رئيس ائتلاف العقارات القديمه مصطفى عبد الرحمن بان الحد الادنى للايجارات بعد كده هيبقى 2000 جنيه، وهيبقى فيه زياده سنويه بالتدريج. وفي اقتراح تاني من المستشار القانوني ميشيل حليم قال ان احنا في الاول كده كبدايه هنزود قيمه الايجار 5 اضعاف، وهيبقى فيه زياده سنويه 15% لغايه لما نوصل لسعر الايجار المطلوب تدريجيا. وطبعا الاقتراح الاول والتاني ليه معترضين كتير وليه مؤيدين. وفي اقتراح ثالث ان احنا خلاص العقد القديم ده يتفسخ ونحدد ايجار جديد خالص على هوى المالك والمستأجر، يا اما يقبل بيه او يا اما يرفض. فعشان كده احنا قدامنا 8 شهور على ما يبقى فيه شكل ثابت واساسي للقانون ده. طب كل الكلام ده جميل جدا. طب احنا دلوقتي بمجرد تطبيق القانون ده بعد 8 شهور مثلا هيبقى عندنا ملايين من المستأجرين، بنسبة اكتر من 80% منهم هيحصل ما بينهم وما بين الملاك خلافات وهيسيبوا العقار بتاعهم. فهيضطر المستأجرين سواء كان عائلات او تجار يدوروا على عقار تاني بسعر مناسب علشان يقعدوا فيه. فطبقا لقانون العرض والطلب، الطلب هيبقى كتير جدا 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 والعرض قليل. واصلا سوق العقارات متعطش من ساعة دخول اللاجئين بعدد كبير جدا، وده اللي خلى برضو الطلب يبقى زيادة والعرض قليل. فبعد ما كانت مثلا اسعار الايجارات اتضربت في 2 و3 هتتضرب في 3 و4 تاني بعد تطبيق القانون ده. فيبقى المستأجر المصري عنده عوائق كتير جدا، منها ازمة اللاجئين اللي عاملة مشكلة في سوق العقارات المصري ومغلية العقارات، التضخم والتعويمات اللي بتحصل في البلد كل فترة. فبالتالي هيحصل جنون في سوق العقارات في مصر بعد 8 شهور من دلوقتي. فلو الحكومة المصرية ما قدرتش ان هي تظبط الوضع وتعمل قرار مناسب جدا للمستأجرين، فسوق العقارات المصري هيبقى فيه كارثة بالمعنى الحرفي يعني. بس وهي دي كل قصة تطبيق القرار الجديد بإلغاء قانون الإيجارات القديمة. وكان معكم حوار سكريبت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.